والله انا كنت برسم فيلينجز اكتر، كنت بحاول انا برسم من زمان جدا. هذا الامر هو تعدي، هو سرقه سرقه سرقه، يعني معروفه. قاموا بهذه العمليات الحراميه، هذه العمليات النصبيه. والله ما يعني انا راجل انا دايما بقول انا راجل على الله، يعني انا بصحى عمري ما بخطط لبكره، انا بحط دماغي على المخده افقر واحد في مصر، بقوم من النوم اغنى واحد في مصر بستره. يعني انا مش عارف امي عايشه ولا ميته. تخيل انت في رمضان بعيد عن بيتي، بعيد حتى عن ولادي، بعيد حتى عن امي. ايه هو رمضان اللي هو اللي فيه الرحمه. السلام عليكم متابعينا، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهذا دعم كبير لنا لنستمر في تقديم محتوى مميز. دعونا نبدأ. قضية تشغل الرأي العام. مها الصغير تتهم بسرقة لوحات فنية شهيرة وبراند شنط عالمي، وعمر أديب يخرج عن صمته بهجوم ناري. أحمد السقا يرد بتصريح صادم: في بيني وبين ربنا حاجة ما حدش يعرفها. أما إبراهيم سعيد فانهار على الهواء مباشرة. تابع التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو المثير. والله أنا كنت برسم فيلينجز أكتر، كنت بحاول أنا برسم من زمان جدا، والماسترز بتاعتي يعني درست حاجات، بس عملت ماجستير. الماجستير بتاعي كان في الفن التشكيلي والسينما. أوكي، وطول عمري بحب ارسم. فالقصه بدات من ان انا نفسي كنت اعمل، انا لغايه دلوقتي ما بسميش نفسي ديزاينر. حاسه ان انا ابقى ديزاينر دي بعد وقت طويل قوي من الريسيرش ومن البحث ومن الخبره يعني انا بسمي نفسي انا بتعلم، عارفه، لسه في المرحله دي، وكل يوم بتعلم حاجه يعني. موضوع الشنط والجلود والتاريخ بتاع الحاجات دي طويل جدا. فأنا كان نفسي أعمل حاجة ليها دعوة تبقى صناعة مصرية. أنا عايزة أقول لك أنا ولا مرة بطلت، بس هديت شوية في النص وشوية، بس ما بطلتش. بس أنا اكتر في الفن والرسم وكده يعني. عايزه اقول مثلا ببوم قوي وكده ان انا كنت منغمسه في التعليم اكتر. حلو. كورسات، يعني مثلا كورسات في تصميم الشنط، واسافر واخد مثلا اخد كورسات في مثلا في فن التشكيلي، كورسات في صناعه الحلي، عشان كان نفسي ادمج المعدن مع الجلود او مع الاقمشه. عارفه ركزت قوي في الناحيه الفنيه وهملت قوي الناحيه المهمه قوي اللي ليها دعوه تصنيع لا مش التصنيع، بالتسويق، عارفه. فكان وقتها ناس كتيره قوي بتعمل اكسسوارز يعني فاهمه، صيغه، وانا كان نفسي قوي اعمل ده، بس حسيت ان السوق او كده، مع احترامي لكل حد، مليان قوي، وفي ناس كتيره قوي يعني في شبه بعض، وفي ناس كتير مليان. ايه اللي مش موجود قوي؟ الشنط، مع ان احنا عندنا في مصر جلود رائعه، احنا بنصدر الجلود، وعندنا دباغه برضو رائعه، وعندنا عندنا مصانع رهيبه. بصي قصه الشنطه دي بالذات، ولا اقول لك حاجه عموما الاول. بصي قصه الشنط ان انا كان فكرتي دايما ان انا عايزه اعمل حاجه براكتيكال، حاجه عمليه قوي، بس حاجه مختلفه قوي، يعني اللي هو تحسي ان انت ماسكه حاجه فيها فن، فيها رسم، فيها كده، بس تبقى عمليه وما تبقاش مرتبطه بسن. يعني كنت بفكر في البنت اللي في الجامعه، وكنت بفكر في الست المتزوجه والمراه العامله، كله. يعني الرسم ده خارق، اللي هي عاملاه ده ليس سهلا ابدا. فالمساله لماذا يشعر الانسان في بعض الاحيان انه يكون له معنى اكتر من معناه الحقيقي القيم اللي ربنا اداهولنا؟ يعني انا راضي بالمعنى اللي ربنا اداهولي، وهذا الامر هو تعدي، هو سرقه سرقه سرقه. يعني احنا في مصر في ال10 15 سنه عندنا 3 4 اسماء
يعني معروفة قاموا بهذه العمليات الحرامية، هذه العمليات النصبية. ثم التعدي والسرقة دي جريمة، ونرجو بقى انه ده تكون عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر، وألا يسرق أحد نصا أو كلمة أو صورة أو فكرة أو فيلما أو موسيقى. ده احنا في ضرب المزيكا أساتذة. اللي حصل ده ملوش علاقة بمشاكلك الشخصية، ده له علاقة بمشاكلك العقلية، وإلا هنبرر للبشرية كل المصايب وكل الذنوب. والله ما يعني انا دايما بقول انا راجل على الله. يعني انا بصحى عمري ما بخطط لبكره. انا بحط دماغي على المخده، افقر واحد في مصر. بقوم من النوم اغنى واحد في مصر بستره الحمد لله. والله هي المفروض تبقى نعمه، بس احنا احيانا كشعوب عربيه وثقافات معينه، عشان ما اظلمش الناس كلها، احنا بنستخدمها استخدام خاطئ. يعني الخواجه صدرها لنا بشكل عشان نستخدمها بشكل، عشان هو دارسنا وعارف ان احنا هنستخدمها غلط. احنا استخدمناها مش في فكر وفي تعليم، واحنا او مش كلنا عشان ما اظلمش، احنا استخدمناها في فض ستر واستخدمناها في بهدله وشتيمه. يعني اتمنى ان ربنا يصلح الحال. يعني انا انسان متسامح، ازعم امام الله ان انا انسان متسامح. فيا وربنا يهديك، وانا مش عارف اقول ايه، بس يعني رسالتي لسياده النائب العام، وده اللي انا برجوه من الدوله المصريه، لان انا فعلا اتظلمت. يعني اللي سجنني دوت وشهدوا زور وزوروا ورق، هم كده عادي. بتمنى ان الدوله تفتح تحقيق، ده اللي انا بطلبه، حقي يرجع لي. زي ما اتحبست واتقهرت وكنت بموت، انا والله العظيم امي وانا في السجن، ومراتي مش عارف عنهم حاجه. يعني انا مش عارف امي عايشه ولا ميته. تخيل انت في رمضان بعيد عن بيتي، بعيد حتى عن ولادي، بعيد حتى عن امي. رمضان اللي فيه الرحمه، اتسجنت في رمضان، قدر الله ما شاء فعل. عيد صغير مش موجود في وسط اهلي، مش موجود في وسط حتى اولادي، حتى بنتي بيلا ولا حتى ادم مش عارف اكلمهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. امي مش عارف عنها حاجه، مش عارف هي عايشه ولا ميته. اختي حتى مريضه مش عارف هي عايشه ولا ميته. انا كنت ميت، انتوا موتوني، دفنتوني بالحياه، عملتوا كده ودفنتوني بالحياه. بس ربنا كبير، ربنا كبير جدا على القهره اللي انا عشتها دي. انا مش عارف اقول لكم ايه بجد. انا مش عارف ادعي عليكم ولا اقول الله يسامحكم ولا ربنا، مش عارف، لان كنتوا ما عشتوش الاحساس اللي انا عشته. الناس كلها كانت محترمه معايا، وكله كان بيطبطب عليا، واللي بيحاول يواسيني، بس في الاخر ده بسببكم. انا بقيت بسببكم في الموقف ده. انتوا موتوني في حرفيا 4 شهور انا ميت، ولا عارف حاجه عنكم، ولا عارف حاجه عن امي، ولا حتى اي حاجه، ولا عن اختي. اللي امي دي مالهاش سند، ولا وانتوا مالكوش سند. انا السند بتاعكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. مراتي حتى مالهاش سند، طيبه وليها اخواتها، بس في الاخر جوزها مش عارف حاجه. انتوا ضيعتوا نفسكم. مش عارف ادعي ولا انا بتمنى حتى يعني دار الافتاء، والله بجد انا عايز اعرف، يعني بجد احاول ريحهم برايق. اعمل ايه؟ اتعامل معاهم ازاي؟ ولا اعمل ايه؟ ادعي عليهم ولا ادعي لهم ولا اعمل ايه في اللي هم عملوه فيا ده؟ ممكن تقولوا لي ردوا عليا بعد اذن يعني شيخ الازهر. انت يعني على دماغي من فوق، واخونا الكبير وابونا ودار الافتاء ترد عليا. يا ريت والنبي نزلوا لي حاجه كده، عايز اعرف. انا عايز اعرف بس ده اللي انا عايزه. بس بتمنى ان الرساله توصل، وكل الناس اللي وقفت ضدي ارحموا الناس شويه. انتوا ما تعرفوش حاجه، مش هينفع حد يجي يقابل ولاده ولا يبعت فلوس لحد ويقول لها امضي، قاعد باكل ولا لها امضي على الاكل اللي انت كلتيه، ولا امضي على اللبس اللي انا جبته لك، امضي على الفلوس اللي انا ببعتها لك. ماليش دخل بقى. امك بتبعتلكيش، ستك ما كانتش بتبعتلك الله يرحمها رغم ان كانت ست طيبه. كل ده خلاص مفيش خالص. انتوا حتى تروحوا تقفوا قدام القاضي كده، انتوا مش زعلانين من نفسكم؟
انتوا مش زعلانين من نفسكم ان انتوا تقفوا قدام ابوكم اللي الناس كلها الحمد لله بتتمنى ان يفتخروا بيا؟ ناس كتيره جدا بتشوفني يعني الحمد لله انا بسلم على الناس من اصغر واحد لاكبر واحد للكبير والصغير. ايه ده؟ ربنا مش عارف ادعي عليكم ولا ادعي لكم، مش عارف حتى. سبحان، بتمنى يا رب ان ربنا يلهمني، فعشان كده بتمنى. يعني انا في موقف صعب، انا واحد من الناس فرحت الحمد لله، كنت جزء في فرحه الناس، كنت جزء في فرحه فئه كبيره جدا. الناس اختلفت معايا واتفقت معايا، دي كوره. فحتى الناس اللي بتحبني قولوا لي اعمل ايه، قولوا لي اعمل ايه على الموقف اللي انا فيه دوت. والحمد لله على ابتلاء، بس ابتلاء قوي، ابتلاء حقيقي قوي. الحمد لله يا رب العالمين.